يلا بينا نحط البيكنج باودر على الفازلين ونحل أكبر مشكلة هتواجهنا قبل المدارس، وخصوصا الأطفال الصغيرة مرحلة الابتدائي ومرحلة كمان الكي جي. صدقوني الفكرة دي فكرة ممتازة جدا، فكرة كمان تعتبر ببلاش. الحاجات دي موجودة عندنا في كل بيت، عندنا الفازلين طبعا موجود في كل بيت وله طبعا فوائد كتير وله استخدامات كتير. النهارده هنعمل منه حاجة تحفة جدا جدا. أهلا وسهلا بيكم في شغلة وحكاية. طبعًا مع بعض بنعمل شغلانة بنتحدى بيها الكسل اللي زي العسل، بنعمل كمان أفكار منزلية وأفكار مطبخية وأفكار تجميلية، حاجات جميلة جدًا بتقدر تفيدنا كلنا إن شاء الله. كمان بنحكي حكاية من الواقع، حكاية من الحقيقة، حكاية اجتماعية موجودة في كل بيت. حكاية ممكن تكوني سمعتِ عنها أو أول مرة تسمعي عنها. ساعات بتكون صاحبة المشكلة محتاجة فعلًا حد يكون يعني رأي حد يكون بعيد شوية عنها، المقربين ممكن يكونوا عارفين المشكلة، وساعات كتيرة جدًا بيكونوا متحيزين لأحد الأطراف، فبنضطر إن إحنا يعني نحاول نساعد بعض. المشكلة بتاعة النهارده جات لنا طبعًا بتقول: أنا ست سعودية، أمي مصرية وعايشة في السعودية. طبعًا مع احترامي لشعب السعودية كله واحترامي للشعب المصري كله، الفكرة كلها إن صاحبة المشكلة فعلًا سعودية وأمها مصرية بس عايشين في السعودية، طول عمرهم عايشين هناك. اتجوزت مصري واتطلقت منه مرتين، كلها أسباب تافهة، باحبه جدًا، جدًا، ووقفت واتحديت أهلي علشانه، حبيته واتجوزته وأنا عندي 18 سنة وكنت باحبه من قبلها، حاربت الكون كله عشانه وعملت حاجات كتيرة أوي. المشكلة مش في ده كله، المشكلة إن كل مرة كان يحصل بيني وبينه خلاف بارجع له تاني. معايا منه 3 أطفال وال3 للأسف الشديد صغيرين جدًا، أكبرهم 9 سنوات. بعد فترة من الوقت وقفت معاه، كان مريض جدًا، كان بيعاني من تعب، وقفت جنبه حوالي سنتين، قعد في المستشفى في السعودية سنتين. قعدت أعالجه وطبعًا أشتغل وأصرف على ولادي وأصرف عليه هو كمان وفلوس المستشفى، والمهم أنا كنت تحت رجله السنتين دول. طبعًا كل شوية أروح له المستشفى زيارات وآخد له حاجات وأشتغل وأستلف والمهم يعني تعبت جدًا، جدًا. للأسف الشديد تعبه تعب نفسي. ما هواش تعب جسماني ولا مثلًا عملية نقدر نعملها له ولا، وأنتم عارفين طبعًا التعب النفسي ده بيطول جدًا. المهم طبعًا أهله قالوا لي: "يا بنتي إيه هاتيه لنا مصر وإن شاء الله هنا برضه هنعالجه." بالفعل رجع مصر وهو دلوقتي برضه في المستشفى. أنا باحبه جدًا، جدًا، لكن طبعًا كل ما أسأل عليه أخته: "طب ولاد أخوكِ والكلام ده كله؟" قالت لي: "أخويا تعبان جدًا والله ولسه في المستشفى." المشكلة إن مدة علاجه في المستشفى طالت جدًا، هو تقريبًا في مصر دلوقتي بقى له 4 سنوات، وتقريبًا يُقال أو إخواته بيقولوا لي وأهله بيقولوا لي هو لسه في المستشفى وحالته صعبة جدًا، ومريض نفسيًا وتعبان وحالته صعبة. ماما دلوقتي توفت، بابا كمان مريض في الفراش، بقيت دلوقتي باراعي ولادي ال3 الصغيرين باراعي كمان أبويا. وأنا دلوقتي عندي 29 سنة، مش عارفة أعيش من غير جوزي، نفسي أروح أقعد تحت رجله، بس للأسف الشديد بيقولوا لي إن التقارير بتقول إنه عنده هلاوس سمعية وبصرية وانفصام كمان مزمن، بيمشي على علاجات طويلة جدًا لفترات طويلة. وأنا طبعًا يعني أنا مش مطلقة، بس ما فيش تواصل بيني وبينه. أنا بجد محتاجة جوزي في حياتي. أنا للأسف الشديد أنا صعبة جدًا أقول لكم إن أنا باحبه حُب صعب جدًا. ولا قادرة أتخيّل نَفْسي مع حد غيره، كل أصحابي وأهلي والدنيا بيلوموني، بيقولوا لي: "يا بنتي شوفي حياتِك، هو دلوقتي ربنا يخفِّف عنّه ويشفيه، هو حالته صعبة جدًا، يعني حتى تخافي على نَفْسِك وتخافي على ولادِك معاه، معلش عنده انفصام ومريض نَفْسي والحكاية والرواية، حالته صعبة أوي، أوي." طيب أنا دلوقتي أبويا محتاج لي، مريض ومريض الفراش، أمي توفاها الله، ولادي صغيرين ومحتاجين رعاية، كمان باشتغل وهالكة نفسي عشان خاطر ولادي وعشان خاطر المسؤوليات اللي ورايا، وطبعًا مسؤولية 3 أولاد دلوقتي في الدنيا دي وفي الزمن ده صعبة جدًا، كمان الاهتمام بالولاد واخد وقت كتير مني، بس في نفس ذات الوقت أنا مش قادرة أتخيل نفسي إن أنا ممكن أتطلق منه وأتجوز حد تاني. وكمان مش عارفة أعيش من غير راجل، معلش برضه الراجل سند وضهر وحماية وحاجات كتيرة جدًا وحضن حنين، معلش برضه ما يعني أنا آسفة بالكلام لكن هي دي الحقيقة. تخيّلوا بقى دلوقتي يعني واحدة مكاني تسيب أبوها وتاخد ولادها وتنزل تروح لجوزها المريض نفسيًا اللي حالته صعبة جدًا، اللي ما هوش عارف حتى ما إحناش عارفين علاجه فين ومش عارفين علاجه هيبدأ إمتى ولا هينتهي إمتى.
ومش عارفة أتخيّل ولا قادرة أتخيّل إن أنا ممكن أرفع قضية طلاق وأتطلّق منّه. أخواته بيقولوا لي: "بتضيّعي وقتِك، صدّقينا أنتِ بتضيّعي وقتِك، لو عايزة تجيبي لنا ولاده طبعًا دول ولادِك وولاده، تعالي خُدي ورثه، نعتبره توفّاه الله وخُدي ورثه وخُدي إيه، لإن دول ولاده، أو نكتب لهم مثلًا الشقة بتاعته وحاجته اللي موجودة هنا." مش حاجات كتيرة يعني، بس القصة كلّها صدّقوني أنا مش باصّة لحاجة مادية، أنا باصّة إن أنا عايزة راجل في حياتي، أب لولادي، كمان هو أنا باحبه جدًا، شُفت معاه أيام حلوة جدًا، جدًا. بس دلوقتي يعني يا ترى الناس هتقول عليّا ما عنديش أصل لمّا أتخلّى عنّه وأرفع قضية طلاق؟ الأساس المشكلة الكبيرة إن أنتم مش واخدين بالكم منها، إن أنا أصلًا مش قادرة أتخيّل نَفْسي إن أنا متطلّقة منّه بالذات هو الشخص ده، لإن أنا فتّحت عيني من طفولتي ولقيته قدّامي، كان شغّال عندنا في السعودية، طبعًا فتّحت عيني لقيته أول كلمة حلوة سمعتها منّه، أول حُضن حنيّن خدته منّه، أول كلمة طيبة برضه هو قالها لي، أول هدية هو جايبها لي، هو أول حاجة في حياتي، ويمكن لو قالوا لي تستغني عن كلية من كليتِك، تستغني عن عين من عينِك وتدّيها له وربنا يشفيه، صدقوني مش هافكّر ومش هاتنازل، أنا باحبه حُب فظيع جدًا، 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 أبو ولادي وحبيبي وصاحبي وكل حاجة. هتقولوا لي إيه اللي وصّله للمرحلة دي، هاقول لكم والله أنا ما أعرف، بجد، بجد يمكن هو كان تعبان شوية صغيّرين كده من قبل ما أتجوّزه، لكن واضح إن الأمور يعني تدهورت معاه بطريقة غير طبيعية. بعد ما أمي توفّت طبعًا أنا ما ليش أخوات بنات للأسف، ما هي دي المشكلة الأكبر، إن أنا ما ليش أخوات بنات، حد أشتكي له، طبعًا مراتات أخواتي أنتم فاهمين كل أخ معلش برضه كل واحد ملبوخ في حياته وفي بيته وفي دنيته، لو أخويا طبطب عليَّ النهارده أو فتح عليَّ الباب النهارده وجاب لي حاجة لولادي مش هيجيبها بُكرة، الفكرة إن أنا محتاجة جوزي في حياتي، تفتكروا أسيب أبويا التعبان وأنزل مصر، أقعد تحت رجلين جوزي المريض والّا أتطلّق وأضغط على نَفْسي وأعتبره توفّاه الله ويعني وأموّت نَفْسي ومثلًا سَنة والّا حاجة وأحاول إن أنا أنساه وأحاول إن أنا أبعد وآخُد جنب في حياتي وأحاول أبدأ حياتي من أولها أنا لسه 29 سَنة، طَب ال3 ولاد دول أقول لهم باباكم راح فين؟ أقول لهم باباكم توفّاه الله والّا أقول لهم باباكم إيه الوضع؟ مش عارفة أعمل إيه، صرّفوني ودلّوني بجد، بجد أنا محتارة ومخنوقة ومش عارفة ومش لاقية أخت أفضفض ليها فلمّا لقيت القناة هنا عندكم بتحكي مشاكل، دخلت وكلمت صاحبة المشكلة، صاحبة القناة أقصد. طبعًا احترامنا وتحياتنا لأهل السعودية وأهل جميع الدول العربية على راسنا من فوق، باشكرِك جدًا على ثقتِك فينا. طبعًا إحنا هنا ما بنقولش أي حاجة ولا بنقول أي معلومات عن أي حد. إحنا بس محتاجين فعلًا الدعم منكم، محتاجين كمان نقول رأينا لصاحبة المشكلة، لإن بجد هي مشكلة صعبة، والحب ده يعني هنقدر نقول إن أنتِ بتحبيه الحب ده كلّه، أكيد هو أهلي للحب ده كلّه، ربنا يشفيه لِك ويعافيه لِك يا رب العالمين، أنا ما أقدرش أقول لِك كده. قال لك كده يعني، إن شاء الله كل جمهور شُغلة وحكاية بإذن الله هيرُد عليكِ ويدّيكِ رأيه بإذن الله، حاولي تستخيري ربنا ده رأيي أنا، حاولي تستخيري ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يبارك لِك في ولادِك وفي زوجِك إن شاء الله ربنا يشفيه لِك وتعيشي حياة يعني كريمة بإذن الله زي الفل. نرجع بقى تاني بقى لوصفاتنا الخطيرة، بجد الوصفة دي ممتازة، ممتازة عن تجربة يا جماعة. طبعًا ولادنا أول ما بيروحوا المدرسة أطفال صغيّرين ساعات بيكون مثلًا في عدوى اللي هي حشرات الرأس اللي هي الحاجات الصغيّرة اللي بتُقع في الراس دي في الشعر، طبعًا بتضايق كتير جدًا مننا، بنستخدم حاجات كتيرة جدًا. عايزة أقول لِك النهارده على وصفة سحرية، سحرية، سحرية بجد، أقوى علاج لحشرات الراس بحاجة بسيطة جدًا، جدًا، معلقة من البيكنج باودر على معلقة من الفازلين، معلقة من الفازلين هتدفّيها على النار وأول ما تطفى على النار خالص هتحطّي فيها معلقة من البيكنج باودر وتدوّبيها وبقى كريم قدّامِك زي ما أنتِ شايفة، هتاخدي كده بأول صوابعِك كده وتبدئي بحركات دائرية في أرضية الشعر كلّه، 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 أنا عايزة أقول لِك ساعتين 2 البيكنج باودر هينشّف طبعًا الفازلين هيخلّي البيكنج باودر يمسك في الشعراية، والبيكنج باودر هينشّف أي حشرة في الراس بجد ومش هتشوفيه تاني، ده سحر، سحر بجد، بجد عن تجربة، أقوى علاج لحشرات الراس، بجد لو عندِك أختِك، لو عندِك صاحبتِك، لو ليها أطفال صغيرين وبتعاني من المشكلة دي، ولادنا كتير بنتعرّضوا للموقف ده، امسكي الشعر كده زي ما أنتِ شايفة بالحركات الدائرية كده، بصوابعِك كده زي ما أنتِ شايفة في قلب كل شعر بتاع البنت أو الولد
صدقيني مش هتشوفي الحشرات دي تاني. احنا طبعا معرضين لدخول المدارس دلوقتي ولادنا الصغيرين ان هم يلقطوا العدوى دي من اي مكان. بجد بجد تجربة سهلة جدا وببلاش يعتبر. معلقة من الفازلين، الفازلين موجود في كل بيت، كمان البيكنج باودر موجود في كل بيت بأرخص الأثمان. هتعالجي حاجة صعبة جدًا، جدًا، وكلنا ساعات بنعاني منها ولادنا صغيرين أو ولادنا كبار والله ساعات يعني الفيروس ده أو البكتيريا دي بتيجي في الشعر. فبجد الخلطة دي خطيرة جدًا، جدًا عن تجربة. لو جربتيها إن شاء الله هتجيب معاكِ نتيجة وهتدعي لي دعوة حلوة في الكومنتات، وإلى اللقاء في فيديوهات كتيرة مع بعض.